كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يا رب يعود علينا الايام بخير. طبعا مشترية كده شوية حاجات بسيطة لرمضان. طبعا المفرش اللي هو عشان الفطار، يعني نحسه كده بأجواء رمضان. حاجات كده بسيطة وأساسية. وطبعا ده يعني شوية تسالي، شوية حاجات. ودي قطاعة دي جميلة أوي، وتعتبر مصفى وقطاعة. وطبعا أنا أهم حاجة عندي الكوباية دي، لأن أنا بحب العصير جدا. كوباية كبيرة جايبة منها 2 بس. وجايبة بقى كوباية شاي وكوباية برضو عصير، وطبعا مصفى. طبعا المصافي بنحتاجوها جدا. وجبت المقصوصة دي والصفاية. طبعا جايبة شوية حاجات كده حلوة، يعني الحاجات اليد دي أساسية. وطبعا الحاجات اللي عندي هلكت شوية، فرحت جايبة، قلت أجيب شوية حاجات فرصة لرمضان. وطبعا جايبة كام مج كده للشاي. أنا عندي طبعا مجات شاي، بس قلت برضو حاجات لرمضان يعني كده جديدة. ربنا بس يعود علينا أيام بخير، رب يجعلنا من الغمة اللي احنا فيها دي يا رب. وربنا يستر كل بيت يا رب. وجبت طبعا منها نفس الكوبايات بتاعت عصير طبعا مية، بس طبعا هي أساسي العصير يعني. طبعا بنعمله عصاير كده، فقلنا برضو حاجات كده جديدة. ايه رأيكم حبيبي؟ حاجات طبعا خفيفة. طبعا علقت كده زينة عشان ابن بنتي طبعا بيحب الحاجات دي قوي. حاجة كده بسيطة برضو. من بقى علق زينة عنده. حاجة كده بسيطة وحلوة. ايه رأيكم حبايبي؟ جميلة جدا طبعا وخفيفة، مفيهاش حاجة. يعني شوية حاجات كده نفرحه بس بيها نحسسه برمضان يعني. طبعا اهم بقى هدية عندي، واهم حاجة فعلا كنت فرحانة بيها جدا، لان هو اول حفيد عندي. جبت له فانوس كده جميل. هو اصلا سبحان الله بيحب الفوانيس جدا، مولود في رمضان فبيحب الفوانيس جدا يعني. بيحب الاصوات يعني بتاعت الفوانيس. اركبه كده وبيعمل اشكال حلوة قوي. اكتر حاجة فرحتني دي لما جبتها. شايفين يا حبيبي؟ دي الوان حلوة قوي. ايه رايكم؟ وطبعا بقى جبت شوية بلاستيك عشان طبعا الخضرة. طبعا خضرة بقى فاكهة. كام بلاستيكية كده حلوة. يعني طبعا فاهمين رمضان بيحب الحاجات دي كتير، فقلت يعني حاجات برضو مبهجة شوية. ايه رأيكم؟ وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير.